الصلاة على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم وصفة تاع زلابية اقتصادية، مقادير تاعها في كل بيت. أو جا رمضان ودخل علينا بالصحة والهنا. اللي تشريها ب30 في الكيلو، يعني تخدميها لوليداتك في ربشة عين وديريها لدارك، حيت تكلفي نفسك. هذه هي الوصفة تاعنا تاع الزلابية. نروحوا للوصفة وللمقادير. نروحوا للمقادير ديالنا. عندنا كاس تاع الفرينة، نص كاس تاع دقيق رطب، 4 كاس تاع الزيت، مغرفة تاع السكر، مغرفة تاع الخميرة تاع الحلوى، لافاني والماء اللي تلميه به. نحكمو نصيرو الفرينة ديالنا هكذا، كاس تاع الفرينة. نزيدو نص كاس تاع دقيق رطب، واللي حبت تضاعف لي ميزور تضاعف لي ميزور. انا درت كونتيتي صغيره قست تبسي، واللي حبت تضاعف. هكذا نصيرنا الخميره، صيرنا الفرينه ودقيق تاعنا تاع الرطب هكذايا. نديرو هذيك المغرفه تاع السكر، نديرو مغرفه تاع لافاني، هكذا شويه لافاني. نديرو هذيك نص باكي تاع الخماره تاع الحلوى لاليدور شيميك. عندنا 4 كاس تاع زيت، بكاس فرينه ونص كاس دقيق ديري ربع. كي تدوبلي كاس تاع دقيق وزوج كيسان فرينه ديري نص كاس. هذا نديرو الزيت هكذا، تبسي العجينه ديالك. مقادير بسيطه موجوده في كل بيت. هكذا ونلمو بالماء، ما نورمال، ما بارد ما سخون، ما تاعي نورمال. هكذا بشويه. تتحصلي على عجينه. هكذا تحصلوا على عجينه. بعد ما لمينا العجينه ديالنا هكذا، تحكمي هكذا العجينه هكذا هكذا هكذا، وديريها هنايا في سكرفاج. ديريها في سكرفاج.
كاين واحد الليمون يتباع عند اللي يبيع دوزان كاطو مول تاع الحلوى، عنده واحد السيليكون هكذايا تاني يديروا به. انا ما عنديش، بصح تقدري اللي ما عندهاش تقدر ديري هكذا السكرفات هكذا، تعبزيه كامل في السكرفات هكذا. هكذا تعبزيها، ماذا بيك تعبزيها باش ترقيها باش ما تجيش خشينه، باش كي طيب لك ما طيبلكش معجنه. هكذا تروحي هكذا هكذا. هاوليك الشكل تاعها. نزيدو نديرو واحدة اخرى، هاو الشكل تاعها. حكمي هكذا شويه عجينه هكذا، ديريها في السكرفاتش، عبسيه مليح باش ما تقعدلكش خشينه، باش كي تتقلى ما تقعدش معجنه، كي تجي مقرمشه كونستخيون تجي بنينه. هكذا تمشيها بيان هكذا، ترقيها هكذا وتجيبي هكذا هكذا. شوفي كيفاش يخرج الشكل تاعها. هكذا كامل نكملوا الحلوه ديالنا ومن بعد نتلاقاو، باش ما نكثرش ما نطولش عليكم لا فيديو. هاي لك الزلابيه تاعنا بعد ما خدمناها بسكرفات وحطيناها كامل، دوك نروحو نقلوها ونعسلوها. هاي لك الزلابيه ديالنا، هاي في المقلاة تغلى، ما تزيديش للنار بزاف باش تحمر لك من الفوق وتقعد الداخل ماشي طايبه، على نار متوسطه هكذا حتى تحمر، ونديروها قباله في العسل. هاي الزلابيه تاعنا بعد ما قليناها غطسناها في هذاك العسل من المقله، العسل يكون دافي شويه، خلوها هكذا تشرب هذاك العسل كامل هكذا هكذا. نحطوها في الصحن التقديم. هذه الزلابيه تاعنا، ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه، واذا عجبتكم ما تنسونيش بالاشتراك باش يلحقكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.